انا مش سامع حاجه خالص. طب تعالى انا سامعك. ها كابتن محمد بركات، طب ما تقربوا لنا التليفون شويه يمكن الصوت فيه مشكله. ها كابتن بركات، طيب نحاول أيوة. تاني. ايوه. ها كابتن محمد بركات. ايوه. ها نرسى، ازيك؟ مساء الخير. مساء النور يا استاذ خالد. ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ربنا معلش يا استاذ خالد، انت عارف الدنيا دوشه قوي في الاتوبيس. ربنا معاك يا حبيبي، ربنا معاك. مش عايزين نحسدك يا اخي، سبحان الله. ما انا مش عايز اتكلم لحسن نحسدك. امرني يا استاذ خالد انا معاك. لا ايه الجمال اللي انت فيه ده يعني؟ ايه التألق ده؟ لا اقل حاجه عندي يا استاذ خالد. الله اكبر. حلوه. والله يا استاذ خالد يعني انا بقول مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي العظيم. مبروك طبعا البطوله السادسه على التوالي، وزي ما السنه اللي فاتت في اخر المباراه مع الاسماعيلي قلنا مبروك الخمسه على التوالي، السنه دي بنقول مبروك السادسه على التوالي. وزي ما انت شايف طبعا احنا بتتكلم دلوقتي في 12 بونت فرق. فطبعا احنا طبعا نتمنى يعني ان السنه الجايه باذن الله يعني ان شاء الله يكون في منافسه احسن من كده يا استاذ خالد، ولان لما تبقى المنافسه اشد واحسن من كده دوت برضه في الاخر هيجي بالاجابه على فريق النادي الاهلي يعني. مؤكد وعلى منتخب مصر في النهايه ايضا. اكيد انما زي ما انت شايف طبعا ادي اهو قبل 4 ماتشات العمليه خلصانه، وده والمنافسه بقت في الهبوط بس، فطبعا اعتقد ان ده مش في صالح الدوري يا استاذ خالد. نعم. قول لي انت احسن نفسيا دلوقتي بعد الواقعه اللي حصلت من اسبوع؟ وقعت مباراه الزمالك؟ صح. لا مش نفسيا ولا حاجه، ولا يفرق معايا الكلام ده خالص يا استاذ خالد. انا راجل خلصت ماتش وبعد كده حصل مشاكل. هو الكلام خلاص كلام كتير وبتاع، انما في الاخر ما احنا عارفين انه مش هيحصل حاجه، لان اساسا من الاساس ما حصلش حاجه. صحيح. فطبعا انا لعيب الحمد لله لعيب كبير وعندي خبره، ولا الحاجات ديت الواحد يبص لها ولا اي حاجه خالص، وزي ما انت شفت الناس اجتمعوا وقال لك الراجل ما عملش حاجه وبتاع، وانتهى الموضوع على خير. بس طبعا انت عارف بقى انت عارف يا استاذ خالد بقى ايه يعني، في دايما ناس بتحاول انها تولع الامور شويه. ده مش ده طول الوقت، مش على الحاجات دهيت يعني، وكل يوم بتحصل يعني. ده طول الوقت يعني الاول كان تحكيم، وبعد التحكيم منشطات، وبعد المنشطات مش عارف بركات عمل ايه، وبعد كده مش عارف يعني، دخلنا في قصص ودخلنا في حاجه ومش عارف كلب ابيض وعلبه حمراء وحاجات صراحه حاجه تحفه يعني. شفت العلبه الحمراء؟ ده حاجه تحفه دي جديده دي. انا كنت قاعد يا استاذ خالد مش مصدق ان احنا وصل بينا الحال للدرجه دي. الله. يعني بصراحه احنا عايزين خلاص نوصل لمرحله عايزين الزملكاويه يذبحوا في الاهلاويه والاهلاويه يذبحوا في الزملكاويه، وهتحصل يا استاذ خالد. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله يا كابتن. احنا بالشكل ده ان شاء الله لا في كلب وهنتكلم في علبه وهنقعد نخترع. لا صعب. بس ان شاء الله خليني بس اكد على الكلمه تاني، ان شاء الله مش هيحصل يا كابتن باذن الله، ان شاء الله رغم كل محاولات الوقيعه. في ناس عاقله يا استاذ خالد ان شاء الله، يعني في ناس عاقله ودماغها كبيره طبعا. انما انا مش عارف صحيح الناس يتفتق ذهنها عن افكار شيطانيه. دي افكار شيطانيه مش افكار عاديه. انا يعني مش عارف يا استاذ خالد بقى الفاضي يعمل قاضي يا استاذ خالد. بس هي فاضي يعمل قاضي، واللي معاه مش عارف ايه بيجيب. انا مش خلي بالك مش هنقفل المكالمه دي لما لازم تفقع لك افيه زي بدايه المكالمه. بس كابتن زكريا عايز يكلمك الاول. لا استنى احنا مش هنقفل دلوقتي، بالراحه. كابتن زكريا عايز يكلمك. بركات الف مبروك، مليون مبروك ليك وللفريق. والله انت حبيبي يا كابتن زكريا. انا من ايام الخدويه. انت كمان حبيبي من ايام الجيزه. حبيبي من ايام الجيزه. بركات النهارده كنت متالق قوي وبتلعب بمزاج قوي، وخدت واحد ناحيه الشمال كده في الشوط الاولاني، واحده والثانيه. عامل اوفر بشمالك. كان خلقي ضيق شويه. انت ايه يعني، في حاجه مضايقاك النهارده؟ يعني صنعت حوالي اكتر من 4 فرص وكانوا كلهم اجوال، واخر واحده بتاعت اسامه اللي عملتها له حلوه قوي، الجول اللي جابه بالهيد. والله يا كابتن زكريا انت عارف احنا عندنا يعني الواحد برضه لما بعدنا شويه عن جو التوتر، العمليه خلاص قربت، فبرضه الواحد لما بيلعب يعني وهو مستريح شويه اكيد الفرقه بتبقى احسن وبتبقى الظروف احسن. فاحنا برضه انت عارف الفتره اللي فاتت برضه يعني ايه كان حصل يعني ابنات راحت المفروض انها ما كانتش تروح، وكان في اداء يعني مذبذب شويه، النتائج مثلا ما كانتش مثلا بنسبه 100% زي ما اتعودنا، كان في نتائج ساعات بتبقى سلبيه. ف يعني بيحصل نوع من انواع الضغط على الفريق،
طبعا هو الضغط دوت ما بيتاثرش بيه اللعيبه الكبيره يا كابتن زكريا، وانا اكد لك النقطه دهيت ان اللعيبه الكبيره ما بتتاثرش بالنقد دوت، ولكن انت عارف احنا دلوقتي مش لعيبه كبيره بس، لعيبه كبيره ولاعيبه شباب ولاعيبه صغيرين، ففي ناس فعلا يعني غصب عنهم بيبقى في تاثير، ففي لعيب بيلعب وهو متوتر شويه، في لعيب بيلعب وهو خايف، فالكلام دوت يعني هو ايه ممكن اللي بيأثر شويه في الموضوع، انما اللعيب الصغير النهارده بكره ما يكتسب الخبره وهيلعب هيبقى زي بمناسبه اللعيبه الصغيره بركات، في نصيحه عايزك انت بالذات تنصحها للصغيرين، لان انا بعتبر ان انت من اذكى اللعيبه اللي بتقدر توزع مجهودها على 90 دقيقه. لا وده جزء مهم من لعيب الكوره يا بركات. انا اللعيب الصغير اللي جنبي اللي اقول له اهتم بنفسك في الملعب وركز في الملعب ومالكش اي دعوه تاني، ما تبصش ما تسمعش لحد، ايوه ما تتكلمش في حد، لان دلوقتي يا كابتن احنا بص الناس، انا بقول لك يا كابتن زكريا الناس قرفت وزهقت يفهموا في الكوره ولا يعملوا ايه، انما يطلع لك كل يوم ويقعد يفتي ويقعد مش عارف يقول لك ايه ويطالب مش عارف مين بالاعتزال وما اعرفش مين يقول له لا كفايه. تتخيل اما احسن لعيب في افريقيا محمد ابو تريكه يا كابتن زكريا يقولوا له اعتزل لمجرد ان الراجل راجع من اصابه ولسه ايه ده يا كابتن بصراحه يا كابتن زكريا حاجه وصلنا في حد، انما انت بقى هتتكلم ولا هتعمل فيها علشان تلفت نظر ولا علشان الناس تقول لك شفت فلان الفلاني امبارح في البرنامج، لا حد بيسمعك ولا حد بيشوفك ولا حد طايقك ولا انت واجهه ولا انت اي حاجه خالص، وده احتراف حقيقي يا بركات يعني. طبعا يا كابتن. بص يا كابتن النجاح نجاح والنجاح نجح والفشل فشل والفاشل فاشل، بس مش هقول لك اكتر من كده يا كابتن زكريا. كابتن عصام عبد المنعم معاك يا كابتن بركات. ايه؟ كابتن عصام عبد المنعم معاك. كابتن عصام. ما احنا مسكنا فيك ومش هنسيبك بقى. كبير كابتن عصام. غالبا هنوصل اسكندريه معاك وانت في الاتوبيس. لا انا عايز اتكلم معاك والله بجد يا بركات الحقيقه، لانه يعني الموقف بتاع ماتش الاتحاد الليبي محتاج الى ان احنا يعني نصرف نظر عن الكلام الفارغ اللي بيحصل ده كله، لانه يعني المجموعه بتاعه النادي الاهلي سواء الكبار او الصغيرين يستاهلوا احسن من كده في بطوله افريقيا، ويستاهلوا ان هم مره تانية نروح بطوله انديه العالم في كابتن عصام انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا ان شاء الله باذن واحد احد لو عدينا الاتحاد الليبي، انا بقولها من دلوقتي، احنا هنعدي بجمهورنا بجمهور النادي الاهلي العظيم. تمام. احنا لعبنا هناك قدام 50,000. تمام. ليه ما لعبش انا هنا قدام 70 و80,000؟ انا نفسي كل الفريق عندنا هنا نفسنا الاستاد يوم الاحد او الجمعه على حسب ما هنلعب. الحد يوم الأحد نفسنا يوم الاحد ان شاء الله اشوف الاستاد دوت ما فيهوش مكان لرجل. لو حصل يا كابتن عصام ااكد لك ان احنا هنبذل قصارى جهدنا ان احنا نعدي المباراه دهيت، واحنا زي ما احنا شفنا كابتن عصام احنا رحنا للجون كتير ومفيش توفيق، يعني صحيح. فريق محترم وكل حاجه، بس مش الفريق اللي يخوف النادي الاهلي، مش الماتش اللي يخلص 2-0، يعني على الاقل كنا لازم نجيب جون هناك، ما حصلش توفيق، انما هنا وفي لعيبه ان شاء الله باذن الله تبقى موجوده باذن الله، لو احمد فتحي لحق، لو شريف فضيل موجود، لو عماد متعب هيلعب، هيفرقوا معانا جدا، وان شاء الله يا كابتن ان شاء الله بجمهورنا هنعدي الماتش ده. واحنا برضه احنا هنا بالنسبه لقناه النادي الاهلي اعتقد انه يعني الحمله هتبقى انه الاستاد يبقى يعني ممتلئ عن اخره. يا ريت يا كابتن عصام، احنا عمرنا ما كنا في احتياج لجمهورنا قد الماتش اللي جاي بتاع الاتحاد الليبي ده. حلوه سامعينك دلوقتي. حلوه الجمله دي طبعا، عشان تحفز الناس وتعرفهم ان انتوا ازاي وجودكم يوم الاحد في الملعب من واحنا هناك بعد الماتش بنقول نفسنا في جمهورنا، احنا فعلا محتاجين جمهور النادي الاهلي يوم الاحد الجاي ان شاء الله. ومعاك يا كابتن خالد كابتن احمد حسن. احنا بنشكرك كابتن بركات.